هلا يا الحبايب، شلونكم؟ شلون اخباركم؟ اليوم راح اسوي صمون المحشي. اوكي، الصمون المحشي طبعا مواده كلش بسيطة وان شاء الله تكون متواجدة عندك بالبيت. عندي هنا 3 أكواب طحين. عندي راح احتاج الى بيضة، راح احتاج الى ملعقتين خمرة كبيرة، وملعقة صغيرة سكر، ملعقة صغيرة ملح. راح احتاج زبدة نص كوب. طبعا اللي ما عنده بدرجة حرارة الغرفة، انا كان هنا بالثلاجة فاضطريت اموعه على النار. اوكي، انتظرته شوية يبرد وهالصورة هاي. وعندي حليب ايضا بدرجة حرارة الغرفة، وعندي ماء. الماء طبعا حسب ايش قد اني احتاج للعجينة وحسب نوعية الطحين اللي عندي. هاي كل المواد اللي راح احتاجها. بعدين اجيكم على الحشوة، راح اعجن العجينة ونرجع على الحشوة. هسه اول شي نخلي الطحين بالعجانة، او انتو بيدكم حسب راحتكم حسب اللي عندكم. راح احط المواد الجافة كلها وياها بهالصورة. اخلط شوية المواد الجافة مع بعض بالصورة هاي. اوكي، ابدي اضيف شوي شوي بالمواد البقية اللي عندي. راح احط الزبدة، هالصورة هاي. طبعا مواد كلش سهلة كلش سهلة، وش راح تشوفون شو راح يطلع عندي. هاي البيضة. طبعا هذا الصمون كانت امي من كنا صغار كانت تسوي لنا اياه وكنا نحبه كلش كلش. فهسه تذكرت قلت خل اسوي لكم اياه. هذا الحليب راح اضيفه. الصورة هاي. راح ابدي اضيف بالمي اللي عندي. طبعا المي دافي على مود يساعدني انه العجينة تختمر بشكل جيد. راح اضيف شوي شوي بالمي الى ان يصير عندي عجينة متماسكة واكتفي عن المي. اوكي، اعتقد هيجي بدأت تتماسك عندي العجينة بهالشكل هذا. للطحين اللي عندي احتاجت تقريبا نص كوب مي. اوكي، الطحين اللي استعملته هو طحين الغزال. انتوا بعد حسب نوعية الطحين اللي تستخدموه قد يحتاج مي. خلصنا. هسه العجينة خلصت عندي، باعوا صارت هيك بهالشكل هذا. اوكي، هسه راح اعوفها تختمر. طبعا الخمرة فورية انا استعملت، يعني نص ساعة 3-4 ساعة كلش كافية عليها تختمر عندي. وبين ما تختمر راح اسوي الحشوة مالتها. يا الحبايب، الحشوة عندي راح اسوي لكم اياها على السريع بطريقة مختصرة على مود لا تضوجون. حطيت هنا لحم عندي. اوكي، راح احط له بصل. اجيب الورق الغار اخلطها. راح احط ملح واحط فلفل اسود. عندي كاري، كركم. يعني الحشوة راح تكون صفرة عندي. انتوا يا الحبايب اي شيء تحبون تحشوه بدلها هاي الحشوة براحتكم. تحبون تحشوها بحشوة مثل حمرة مثل مال اللحم بعجين براحتكم. اللي طلعتها بالفيديوهات السابقة حشوة اللحم بعجين اجي لك، بس اني اللي اسويه هذا او امي كانت تسوي لنا اياه حشوة صفراء. احط له كاري وكركم. اوكي، وهسه راح احط بهارات مشكله. وهاي ملعقة جوز الطيب مطحون. اللي ما عنده مو مشكلة يقدر يستغنى عنها. اخر شي عندي كمون، وعندي الكزبرة. خلصت عندي الحشوة، اخلطها شوية واطفي عليها. شوفوا العجينة شلون اختمرت وضاعفت عندي. باعوها شلون اختمرت حلو. اوكي، هسه راح اجيب اشيلها واقصقصها بالتساوي. شوفوا يا الحبايب، حطيت شوي طحين على السطح وراح اقصقص العجينة عندي
مثل ما قلت لكم بهالشكل هذا. يعني حاولين تقصيها بالتساوي، تصير كل وحدة قصة 2 بالشكل هذا. هسه يا الحبايب شوفوا راح ابدي اطرق العجينة اللي قصقصتها عندي بهالشكل هذا. طبعا عجينة تخبل صارت. طبعا هي هاي تصير كبار، يعني تسويها يعني هي بقد الصمون. اوكي انتي عاد بكيف كذا تريد تصغريها صغريها، بس هي تصير كبيرة وقد الصمون. السمك هل السمك هذا معه راح يصير عندي هذا السمك. هسه شو اسوي؟ راح اجيب حشوة واحط بالشكل هذا. كمية الحشوة حسب رغبتك انتي، يعني لا هواية حيل ولا قليلة حيل ما تنشاف بالمجهر ما تنشاف. اوكي يعني هذا الشيء يعني راح تنفخ العجينة. هسه شوفوا يا الحبايب شوية يا الحبيبة كنوز رفعي ايدك عمود التصوير. هسه باعوا راح ابدي ابرم، راح اضغط من الجوانب هيجي وابرمها بهالشكل هذا. اسهل منها ماكو بالتاريخ، ماكو اسهل منها بهالشكل هذا. شوفوا راح جبت طبعا صينية الهاي حطيت ورق الزبدة. اوكي شوفي الان شوي صارت عندي طويلة بالحافة بهالشكل هذا. اوكي ورق الزبدة اجيبه عندي، اللي ما عنده ممكن ان يستغنى عنه فقط يدهن صينية الصينية مال الفرن. هسه شوفوا يا الحبايب حسوي لكم وحدة ثانية. اوكي واكمل وارجع لكم. هاي وحدة ثانية السمك نفس السمك الاولاني شوفتكم اياه. هسه شوفوا يا الحبايب اكمل لكم. هاي راح تكون اصغر، هاي مثل ما قلت لكم ابرم على الحشو اضغط من الاطراف واكمل بالصورة هاي. هاي تردون هذا الحجم تردون هذا الحجم. اوكي يلا هسه اكمل وارجع لكم يا الحبايب. هسه ورا ما خلصت شوفوا بهالصورة هاي، قبل لا ادهنه وقبل لا احطه بالفرن راح شو اسوي؟ راح اغطي عليه همينه مرتلخ يرتاح في ثلث ساعة ربع ساعة. اوكي بخاولي المطبخ وبعدين ادهنه واحطه بالفرن. شوفوا يا الحبايب شوفوا شلون ضعفت عندي، تركتها ربع ساعة شوفوا ارتاحت عندي. هسه راح اجيب زيت وادهن بيها الوجه بالشكل هذا، ادهنها زين بالكامل عمود تصير تلمع عندي. واذا تحبون تدهنوها ببيض ممكن ان تدهنوها ببيض، بس هاي اني ادهنها او والدتي كانت تدهنها حبيبتي ينطيها الصحة والعافية بزيت، لان البيض وحده اني ما احبه بالفرن يصير بيه زفارية الا احط بياه فانيلا، وطعم الفانيلا بهذا الصمون يصير ما طيب، فاسوي بالزيت احسن هذا. واذا انتم تحبون بيض بعد على راحتكم. اوكي هسه كملت دهنها بهالشكل هذا. هسه راح اجيب سمسم، طبعا اللي ما يحب ما يضيف، اني امي ما كانت تحط، بس هيك احنا للتفياك. اوكي نحط هيك شويه رشه خفيفه هيك ينطيها منظر حلو. بعدين احطها بالفرن درجه حراره متوسطه يعني 180، اعلقها بس من جوا اخوفها على كيفها. بعدين من احسها تريد تستوي عندي اوكي اعلقها من فوق. طبعا انا محميه الفرن قبل ربع ساعه تحمينه. يلا خلينا نحطها هسه بالفرن ومن تستوي ارجع لكم. يا سلام مبدعه مبدعه من صغري مبدعه. هاي باعوا شلون صار جاهز عندي، طلعته من الفرن استوى عندي.
هسه افتح لكم اياه، اقسم لكم اياه من النص واشوفكم شلون العجينة شلون طيبة شلون حلوة وشكلها يخبل. شوفوا طيب، يفيدكم ويا شاي، تاكلوا ويا شاي كلش طيب. الجهال يجوز يحبوه، اذا حبوه يفيدكم بالمدارس، دزوا ويا جهالكم تخلصون منهم. اها وهاي الحبايب شوفوا شلون قسمت لكم اياها، عمود تشوفون العجينه شلون ما معجنه وشلون، شوفوها شلون عبالك عجينه مال صمون تخبل. واو ويا حبايبي اذا حبيتوا اشتراك ولايك بقناتي حتى يوصلكم كل ما هو جديد مني، وتحياتي وحياكم الله.